الباكج ديزاين واحدة من أهم التخصصات في الجرافيك ديزاين اللي ممكن تشتغل فيها، بالإضافة إلى إنها واحدة من أصعب التخصصات اللي ممكن تشتغل فيها. التصميمات كلها مهمة وجرافيك ديزاين حاجة مهمة جدا وكلنا عارفين ليه، مش هنحتاج نتكلم في النقطة دي. بس الباكج ديزاين كمان ليه أهميات زيادة. الباكج ديزاين أو تصميم التغليف بيتقال عليه جملة معبرة جدا: يحوي ويحمي ويبيع. التصميم بتاعك ليه 3 أهداف: إن هو يحتوي المنتج اللي جواه، يحمي المنتج اللي جواه من أي تلف أو أي ضرر، وإنه يبيع المنتج اللي جواه ويبقى ماركتنج لنفسه على الشلف بتاعه، على الرف بتاعه، ويبقى بيعرف يبيع نفسه بنفسه. فجزئية يحوي ويحمي جزئيتين زيادة لازم تبدأ تتكلم عنهم وتفهمهم عشان تعرف تعمل تصميم التغليف. لو انت بتعمل مثلا بوستر ديزاين أو سوشيال ميديا ديزاين، فلاير أو أيا يكن، فانت دلوقتي التصميم بتاعك بيبيع، طبعا عايز توصل رسالة، وكلنا فاهمين أهمية التصميم وكل أنواع التصميم، بس انت عايز تبيع وتوصل رسالة بس. انما في الباكج ديزاين عندك جزئيتين زيادة لازم تبدأ تهتم بيهم. تصميم التغليف معقد جدا وفي حاجات كتيرة لازم تهتم بيها لو انت حد عايز يبقى متخصص في المجال ده، بس كل حاجة لازم يبقى ليها بداية ولازم يبقى ليك انتري واي وطريقه تعرف تخش فيها المجال ببساطه. وهنا بيجي دور انا بقى. الفيديو ده هيبقى انترودكشن يفهمك كل اللي انت محتاج تعرفه كبيسكس في مجال تصميم التغليف او الباكج ديزاين، وان شاء الله بعد الفيديو ده هتبقى طالع فاهم كل الاساسيات اللي انت محتاج تعرفها، وهتبقى فاهم انت محتاج تعمل ايه علشان تاخد مستواك للنكست ليفل في تصميم التغليف. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فات جرافيكس. ام يور هوست عز حجاج، ويلا بينا. مفيش طريقة نتعلم بيها حاجة أو نفهم بيها سكيل جديدة أحسن من إن احنا نشوفها ونطبقها بنفسنا. علشان كده السلسلة بتاعت الباكجينج دي هتبقى عبارة عن كام حلقة بسيطة وسهلة هنبني فيهم عبوة كاملة بنفسنا. واخترت إن احنا نعمل ريديزاين لمنتج اوريدي موجود، أظن أغلبكم عارفينه. نعمل ريديزاين لشاي العروسة. هنعرف إيه هو الداي لاين، نجيبه منين، إزاي نبني داي لاين، ازاي نحط التصميم بتاعنا عليه، وازاي نطبعه ونقطعه ونركبه لغايه ما يبقى معانا العبوه كامله محطوطه قدامنا. طيب، اول نقطه محتاجين نعرفها ايه هو الداي لاين. الداي لاين في الباكجينج ديزاين هو عباره عن اوت لاين بيحدد المساحه او الجزئيه اللي هتتقسم من الورقه، وبيحتوي على التصميم اللي هيبقى جوه العبوه في مساحه الداي لاين دي. من الاخر الداي لاين هو شكل وتشريح العبوه بعد ما تتفرد. مثلا بيبقى عندك علبة زي علبة دواء أو علبة شاي أو علبة أيا يكن، بيبقى فيه أجزاء ملزوقة فيها تقدر تروح جاي فاككها وفاردها. بعد ما تتفرد بيبقى دوت كده الشكل اللي معاك هو الداي لاين. حاليا اللي قدامنا دوت هو أكتر شكل عبوة، يعني بيسك ومنتشر جدا وأبسط حاجة حرفيا الانتري ليفل لأي حد حابب يخش في مجال الباكجينج. أول حاجة هعملها هفتح برنامج الإليستريتور، هعمل هنا نيو ارت بورد، هيبقى 50 في 35 سنتي، واحد بس كفايه حاليا عشان نشتغل فيه. والالوان طبعا هتبقى CMYK لان باكجينج يعني منتج هيطبع. وندوس كرييت. جميل، فتحت قدامنا هنا الباكج في برنامج الاليستريتور عشان نبدا نبص عليها بشكل اوضح. عندنا بعض المصطلحات الاساسيه او الترمينولوجي اللي لازم نبقى عارفينها لما نيجي نشتغل في الباكجينج ديزاين. الباكج بتاعتنا البادي الاساسي بتاعها اللي بيبقى فيه معظم التصميم او 99% من التصميم هما في العادي 4 جوانب. طبعا بيبقى فيه باكجز بتتعمل الداي لاين بتاعها انها تبقى اكتر من 4 جوانب، ممكن باكج تتعمل بشكل هيكساجونال لانها تبقى سداسيه الاضلاع، بس في العادي بيبقى رباعي. والبانلز دي هي ال4 سايدز اللي هنا دول. عندنا اول حاجه الفرونت بانل. الفرونت بانل في الباكج هي الجزئيه دي اهي، وبعد ما بتتفرد بتبقى الجزئيه اللي هنا دي. الفرونت بانل جنبها الرايت سايد بانل، الجزئيه دي اللي هي بتبقى هنا في الباكج، وبعد ما تتفرد بتبقى هنا كده. وفي طبعا الليفت سايد بانل اللي هي الجزئيه المعاكسه للرايت بانل هنا. وطبعا الرير بانل او الباك بانل اللي بتبقى في الظهر ورا. دول هما ال4 بانلز الاساسيه. بس ال4 بانلز دول لوحدهم يمكن شالوا التصميم وشالوا البيانات والمعلومات والنت ويت اللي انت عايز تحطهم في الظهر او في الجناب وهكذا، بس ما بقتش باكج، هي لسه تصميم مستطيل ما فيهوش اي حاجه غريبه. الاجزاء الجايه بقى هي اللي بتعمل السحر في الباكجينج ديزاين. الفرونت بانل غير الرايت سايد بانل والليفت سايد بانل ما بقاش فيها اي حاجه خالص. الشغل بيبدا معانا من اول اليمين هنا عند الرايت بانل.
اول جزئيه محتاجين نعرفها هنا هي الداست فلاب. الداست فلاب بيبقى عندك منه 4، 2 في كل سايد بانل. فالرايت سايد بانل فيها داست فلاب فوق وداست فلاب تحت. نفس الكلام في الليفت سايد بانل فيها داست فلاب فوق وداست فلاب تحت. الداست فلاب هو ايه هنفهم اكتر كمان شويه، بس ببساطه الداست فلاب هو اللي بيخلي العلبه بتاعتك لما تيجي تنزل الغطا بتاعها يفضل ثابت في مكانه. هتلاحظ ان كل داست فلاب معاكس للتاني، يعني الاتنين اللي فوق معمولين عكس بعض، بعد كده الاتنين اللي تحت اتعكسوا عن اللي فوق. بعد كده هنيجي في الرير بانل او الباك بانل اللي بيتركب فيها او بيحصل فيها اغلب الحاجات. الباك بانل طبعا التصميم بتاعك موجود هنا، بيبقى فيه هنا التوب كلوجر بانل والباتوم كلوجر بانل. لما تيجي تمسك العلبه وهي مقفوله بيبقى عندك الغطا من فوق ومن تحت. تحت في العادي بنحط عليها QR كود مثلا او تاريخ انتاج او حاجه، وفوق بيبقى في العادي اسم المنتج كده مكتوب بشكل بسيط لوحده، او ساعات بتتساب فاضيه. فوق الكلوجر بانل في حاجه اسمها تاك فلاب، ماشي. كالعاده برضو في توب تاك فلاب وباتوم تاك فلاب. العلبه بتتقفل من ناحيتين، فكل حاجه بتحصل فوق لازم تتكرر تحت برضه. التاك فلاب هي الجزئيه دي من العبوه اللي هي الجزئيه ذات نفسها اللي بتخش جوه العلبه علشان تقفلها. وهنا بنيجي لجزئيه الداست فلاب تاني. كنا اتكلمنا عن الداست فلاب وقلنا هنشوف هما بيعملوا ايه اكتر بعدين، ان هما معتمدين ان هما يشتغلوا على التاك فلاب علشان يقفلوا العبوه. التاك فلاب لما بتنزل وتتني وتخش جوه العبوه، الحاجه اللي بتخليها ثابته في مكانها وبتمسكها وتخليها ما تطلعش تاني هي الداست فلاب. وبعدها عندنا اخر حاجه معانا على الشمال وهي الجلو فلاب. ايه هو الجلو فلاب؟ دلوقتي احنا عملنا العبوه تمام، اللي فوق اتقفل وخلاص، واللي تحت تمام اتحصل في نفس الكلام وقفلناه. بس ازاي هنلزق السايد ده الرايت سايد بانل في السايد ده عند الرير بانل اللي المفروض العبوه هتتلف وتمسك في بعضيها؟ هنا بيجي الجلو فلاب. الجلو فلاب بيبقى فيه حاجه مختلفه عن بقيه التصميم، ان هو ما ينفعش تطبع عليه اي حاجه خالص، لان الجلو فلاب من اسمه كلمه جلو يعني صمغ. جلو فلاب بيتحط عليه صمغ وبيروح جاي ملزوق من الناحيه التانيه في الرايت سايد بانل، وبالطريقه دي هتلاقي نفسك قفلت العلبه من فوق ومن تحت ومن السايدز عند الجلو فلاب. نقدر نشوف كل الكلام ده على الواقع من عبوه موجوده معانا. العلبه بتاعت فينوس دي، نوع العبوه ده هو نفس نوع العبوه اللي احنا بنتكلم عليها، وهي ابسط انواع العبوات اللي ممكن تتعمل في مجال الباكجينج ديزاين. اول حاجه هنعملها نروح جايين فاتحين العبوه من فوق، هتلاقي هنا عندك التوب كلوجر بانل والتوب تاك فلاب. نعمل نفس الكلام من تحت، الباتوم كلوجر بانل والباتوم تاك فلاب. كده العلبه بقت مفتوحه من فوق ومن تحت بس لسه ماسكه نفسها، ده لان الجلو فلاب ملزوق جوه وطبعا مش هيتفك خالص. فعشان نجرب هنجيب كتر وهنجرب نفتح العبوه دي. هنيجي نفرد العبوه بعد ما قطعناها تبقى عامله معانا الشكل ده. طبعا ده نفس الشكل اللي احنا كنا شايفينه على اللابتوب مع اختلاف النسب بتاع احجام البانلز واحجام التاكس والتوب كلوجر بانلز وهكذا. لما تيجي تبص عليها هتلاقي عندك هنا الباك بانل وهتلاقي هنا الفرونت بانل وديت هما السايد بانلز. طبعا هنا البانلز عن اختلاف الصوره اللي احنا جايبينها كلها متساويه في الحجم. في الصوره اللي كانت معانا كان رايت سايد بانل والليفت سايد بانل اصغر من التوب والباك بانل. انت تقدر تعرف ببساطه البانلز بتاعتك من حاجتين. اول حاجه السايد بانلز بيبقى فيها على طول الداست فلاب، فالداست فلابز موجوده هنا وموجوده هنا، فالاثنين دول هم السايد بانلز. طيب اني واحده هتبقى الباك سايد بانل واني واحده هتبقى الفرونت سايد بانل؟ الكلام ده كله طبعا من غير ما تبص على التصميم، لان مش كل دايلاين هتشوفه هتبقى عليه تصميم، انت داخل تجيب دايلاين عشان تصمم عليه. الفرونت سايد بانل او البانل الاماميه اللي هيواجهها العميل لما التصميم يتحط قدامه على شلف هي البانل اللي هتبقى من فوق فاضيه وما فيهاش حاجه، لان الكلوجر بانل الفوق على الاقل لازم تتحط على الباك سايد بانل. فالباك بانل هي اللي يبقى فيها التوب كلوجر بانل، والسايد بانلز هم اللي يبقى فيهم الداست فلابس، والفرونت بانل هتلاقيها على طول فاضيه من هنا. في التصميم اللي كان معانا الباتوم كلوجر بانل والتوب كلوجر بانل كانوا الاثنين محطوطين في الباك بانل. عادي ممكن تبدلهم
يعني من تحت ما بتفرقش قوي، اغلب الناس ما بتفتحش العبوه من تحت يعني. طبعا تقدروا تشوفوا الجلو فلاب ملزوق هنا في الجزئيه اللي انا قطعت منها العبوه. طيب هتلاحظ ان في نوعين مختلفين من الخطوط في الداي لاين بتاعك. اول نوع من الخطوط اللي هي السوليد لاينز اللي هنا دي بتبقى خطوط الاوت لاين نفسه اللي هتقص عندها، او الخطوط اللي مش هتطبق، هي مجرد جايدز هتقص عندها، او لو هي جوه التصميم فالخطوط دي مش هتطبق. انما الخطوط المنقطه او الداتد لاينز اللي هنا دي اسمها كريس لاينز، دي الخطوط اللي انت بتطبق عندها العبوه بتاعتك. ودلوقتي معانا بعض الريسورسز المهمه للداي لاينز او الباكجينج بشكل عام يعني. اول موقع اسمه ذا داي لاين. ذا داي لاين هو عباره عن موقع بيعرض اهم الاخبار في مجال الباكجينج ديزاين، احسن الحاجات او الباكجز اللي اتصممت وخدت جوائز والتصميمات المختلفه المميزه وهكذا. هتخش وتبدا تتصفح الموقع، هتلاقي براندات كتيره وشغل كتير في الباكجينج والحملات بتاعته كامله واراء البلوجرز او الكتاب بتوع الصفحه عليه. ده اهميته ان هو عباره عن صفحه انسبريشن لاي حد مهتم بالباكج ديزاين، وطبعا مهم جدا في ان هو يكيب يو ابديتد وعلى طول عارف الجديد اول باول في المجال بتاعك. ذا داي لاين واحد من اكبر المواقع اذا ما كانش اكبر المواقع في مجال الباكجينج ديزاين، لازم اي حد متخصص في المجال ده يبقى بيتابعه. باركودا بيسهل عليك انك تشوف تمبلتس الداي لاينز اوريدي معموله، تقدر تعدل عليها، وتقدر كمان بعد ما تخلص التصميم بتاعك تعمل له 3D موديلنج عشان تشوف هيبقى عامل ازاي في الاخر. زي ما انتم شايفين هنا هتلاقي فيه موك اب جنريتور، 3D موديلنج سوفت وير، وداي لاين تمبلت ميكر. لما تسكرول داون هتلاقي التوب موك ابس الموجوده، التوب داي لاينز، التول اللي بتستخدم في تعديل عليهم وعمل ال 3D جنريشنز او 3D موديلنجز للديزاين بتاعك. وثالث موقع معانا هو ذا داي كات تمبلت. داي كات او داي لاين هما الاثنين نفس الحاجه، فرق بس اسامي. الموقع ده بسيط جدا وستريت فورورد للحاجه اللي انت عايز تعملها. اول ما تخش عليه هتسكرول داون شويه هتلاقي عندك هنا الداي لاين اللي معموله والمواصفات بتاعتها على الشمال، تقدر تغير بوحده القياس. طبعا الداي لاينز بتتقاس كلها بالمليمترز. هنا تقدر تختار الماتيريال والجي اس ام والسمك بتاعها. الجي اس ام هي وزن الماتيريال بتاعك، بيتقال عندنا في مصر عليها كلمه جراماج. الجراماج بتاعك هنا بادئ من 190 جرام لغايه 600 جرام. وعندك طبعا السمك بتاعك بتاع الماتيريال. بعد كده هتلاقي المقاسات المختلفه بتاعتك. الاي لينس لما تيجي تدوس عليه هيوريك ايه بالظبط. هنا هو الاي لينس، ونفس الكلام في البي، كل واحده فيهم بتدوس عليها بتعرفك انت بتتحكم في مقاس ايه. فمثلا انا محتاج عبوه ارتفاعها 10 سنتي، هاجي هنا هروح جاي كاتب 100 ملي. محتاج الويدث بتاعها يبقى هنقول 40 ملي. بعد كده معانا جزئيه اسمها الوول ويدث. الوول ويدث بتبقى عباره عن مساحه زياده بتتعمل عشان تعوض سمك الماتيريال بتاعتك. بمعنى ايه او اهميتها ايه؟ بسبب ان الماتيريال ليها سمك، طبعا السمك بتاعها ما هو الزيرو، مهما يكن هيبقى ليها سمك، ممكن يبدأ من اول 1/10 ملي لغاية اكثر من كده بكتير. لو انت بتتكلم على حاجة زي الكاردبورد او الكرتون السمك بتاعها ممكن يوصل لسنتي، 2 سنتي، 3 سنتي وهكذا. فلما الماتيريال تيجي تتطبق على بعض لازم الداي لاين بتاعك يبقى محتسب المسافة الزيادة دي علشان يقدر البوكس في الاخر يتقفل بشكل مناسب. حركة بسيطة عشان تتخيل الموضوع ده، بإيدك اليمين وإيدك الشمال اعمل كده، واقفل ايدك اليمين على ايدك الشمال. هتلاقي ان صابعك ما نزلتش لورا على طول، بل عندك مساحة فاضية ما بين الاتنين علشان ايدك تلف حوالين ايدك التانية. السمك ده هو الوول ويدث. بيبقى صعب في البداية انك تتخيله، او انك ممكن يبقى في بعض النقاط اللي واقعة معاك فيه، لان الماتيريالز اللي احنا بنشتغل عليها في البدايه بتبقى رفيعه جدا، بتبقى حاجه مثلا زي 1/10 ملي وهكذا. فانت ما تبقاش متخيل او حاطط في دماغك ان هيبقى ليها سمك او ليها اي حاجه هتاثر، بس صدقني بتاثر في الاخر. بعد ما خلصت رحت جاي دايس كونفيرم اند ريدرو ورسم لي العبوه بتاعتي كمان مره. طيب سيبك من انك تقعد ترسم الداي لاين بتاعك، انت لسه كواحد مبتدئ مش محتاج تركز في النقطه انك تعرف ترسمها قوي او تفتكر داي لاين جديده من دماغك. محتاج انك تخش على طول تشوف داي لاين تحملها عشان تصممها كتمبلت مثلا للتصميم الجاي بتاعك. تروح جاي طالع فوق تخش على كلمه داي لاينز وتشوف اول داي لاينز. تيجي هنا هتلاقي الداي لاينز متقسمه عندك على حسب نوع الماتيريال، هل كارتون داي لاين، كوريجيتد كاردبورد، هارد كاردبورد وهكذا. وكل طبعا نوع ماتيريال جواه انواع مختلفه من الداي كاتس او الداي لاينز اللي ممكن تستخدمها. تقدر تسكرول داون هتلاقيهم كلهم معروضين هنا،
ومعروض جنبهم العلبه بتاعتهم هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تتقفل والمقاسات بتاعتهم وكل حاجه. تقدر تختار شكل العبوه اللي انت عايزها، فلنقل مثلا انا عاجبني عبوه زي دي كده. تفتح العبوه تقدر تغير في مقاساتها زي ما كنا بنعمل من شويه عشان تبقى مناسباك. تقدر تغير في الماتيريال واليونتس وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. وبعد ما تخلص الرسمه بتاعتك تقدر تروح جاي محملها على طول كبي PDF، وتقدر تروح جاي فاتحها وترسم عليها التصميم بتاعك زي ما انت حابب. وبالمناسبه تقدر برضو انك ترسم الدايلاين بتاعتك على الإليستريتور بنفسك، سواء عن طريق انك تستخدم دايلاين تانية كريفرنس زي اللي احنا جايبينها دي، او انك ترسم واحده تانية من دماغك. بس طبعا انك ترسم واحده تانية من دماغك موضوع بسيط على فكره، بس بيحتاج الاول انك تبقى اشتغلت عليها شويه. فمثلا لو انت معاك دايلاين ومش لاقي لها جرافيكس تستخدمها على طول جاهزه كتمبلت او كده، ممكن تروح جاي محملها كصوره وتروح جاي رسم عليها على طول. جيب الشيب تول بتاعتك، هنجيب مثلا البوكس هنا اللي ده الحاله انا هحتاجها، واروح جاي ابدا ارسم هنا. وتدريب حلو جدا بالمناسبه، هنصح انك تعمله على الصوره دي علشان تبقى فاكر ومتعارف كويس جدا على كل الاجزاء المختلفه والاناتومي اللي موجوده في الباكج بتاعتك. دي كانت اول حلقه من سلسله الباكج ديزاين. لو استفدت من الفيديو حابب تدعمني اعمل لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.